في عام 1905 لغاية 1914 كان هوارد كارتر وكارنافون بينقبوا في جزء من مقبرة موجودة في طيبة اسمها العساسيف السفلى، والمقبرة دي بتعود لعصر الدولة الوسطى، لكن تم استخدام هذه المقبرة مرة تانية في عصر الأسرة ال17 وأوائل الحكم المشترك ما بين الملكة حتشبسوت وتحتمس الثالث. كارتر وكارنافون حفروا نص المقبرة دي، وبعد كده راحوا مقبرة وادي الملوك. بعد كده في عام 1915 لغاية 1916 قامت البعثة المصرية التابعة للمتحف بالتنقيب عن النصف الآخر من المقبرة، ولقوا في المقبرة دي حفرتين. في الحفرتين دول لقوا مجموعة من أدوات الزينة اللي كان المصريين القدماء بيستخدموها في المرحلة دي. ايه هي بقى الأدوات دي؟ زي ما انتوا شايفين دي أنبوبة للكحل، والأنبوبة دي معاها أدوات لتوزيع الكحل جوه العين، وكمان لقوا شفرة حلاقة، ومع شفرة الحلاقة في كمان المسن اللي بيسن شفرة الحلاقة دي، ولقوا الملقاط اللي انتوا شايفينه ده، ولقوا كمان مراية كان بيستخدمها الشخص اللي الحاجات دي كلها بتاعته، ولقوا الحاجات دي كلها جوه علبة ومقفول عليها. طبعا انتوا لو شفتوا الحاجات دي هتفتكروا ان هي بتاعت سيدة. لا يا جماعة، الرجل المصري القديم كان لازم يكون نظيف زي الست، مفيش حاجة اسمها النظافة تقتصر على المرأة فقط. كل الأدوات دي كانت تنفع للرجل مش للمرأة، لأن الحلاقة كانت خاصة بالرجال، وممكن تكون دي كمان مجموعة أدوات للزوجة وأدوات للزوج علشان يفصلوا ما بين النوعين. كل المقتنيات دي مع الأسف راحت متحف متروبوليتان ومعروضة هناك. انتوا لو شفتوا الأدوات دي هتبقوا عايزين تعرفوا ايه المواد اللي المصري القديم كان بيستخدمها في التعاملات الشخصية بتاعته وفي النظافة الشخصية بتاعته. أول حاجة هو كان بيستخدم الأدوات المعدنية من النحاس أو البرونز. ليه؟ لأن النحاس ثبت علميا مؤخرا إن النحاس مش بينقل الفيروسات أو البكتيريا أو الجراثيم أو أي كائنات تقدر تعمل عدوى من شخص للتاني، فهي دي المادة الأنسب المفضلة لصناعة الأدوات الاستعمال الشخصي. المصري القديم كان عارف المعلومة دي. أما طبعا بالنسبة للحجر فده حجر مثلا مفيش فيه أي حاجة، وبالنسبة للحاجات التانية بتبقى مصنوعة من العاج، زي مثلا العصا اللي كانت بتستخدم لتوزيع الكحل داخل العين. أما بالنسبة للأكحلة فهي مصنوعة من الخشب. ولو كان في علبة مرهم أو علبة الزيوت محطوط فيها زيوت كانت هتكون من المرمر، لأن المرمر لا يتفاعل مع أي مادة داخل العلبة. شفتوا بقى المصري القديم ازاي كان بيتعامل بنظافة مع نفسه من حاجات بسيطة جدا.